خليني أسألك سؤال، لو أنت مسؤول مشتريات وقارنت بين 4 موردين ووصلت إن المورد ألف هو الأفضل، هل تقدر تمضي العقد بنفسك؟ في بعض الشركات ممكن، لكن في أغلب الشركات المتوسطة والكبيرة الإجابة هي لأ، لأن قرار اختيار المورد مش قرار شخص واحد، ده قرار بيشارك فيه أكتر من إدارة، وعشان كده في حاجة اسمها Purchasing Committee، وده موضوع حلقة النهاردة. في كل شركه ناجحه في سبلاي تشين قوي، وفي كل سبلاي تشين قوي في بريكيورمنت بيبني النجاح من البدايه. انا خالد رمضان ودي سبلاي تشين بالعربي. تعالوا نعمل مراجعه سريعه. وصلنا في الحلقه اللي فاتت اننا بعتنا الار اف اي او الار اف بي او الار اف كيو واستلمنا الردود وعملنا كومباريزون شيت وقدرنا نحدد افضل الموردين، لكن لسه مفيش قرار. ليه؟ لان البريكيورمنت بيوصي لكنه مش دايما بيقرر. يعني ايه بيرشيسنج كوميتي؟ البيرشيسنج كوميتي او لجنه المشتريات هي لجنه بتراجع توصيه اداره المشتريات او البريكيورمنت وتتاكد ان القرار هيبقى في مصلحه الشركه. بمعنى اخر، procurement بيجمع البيانات وبيحللها وبيقدم التوصيه، لكن القرار النهائي ممكن يكون من اختصاص اللجنه حسب سياسه كل شركه وسلطات الاعتماد او الاثورايزيشن ليفلز. ودي نقطه مهمه جدا، لان في شركات صغيره مدير المشتريات يقدر ان هو يعتمد القرار بنفسه، وفي شركات تانية اي عمليه شراء فوق مبلغ معين لازم تدخل اللجنه. مين بيكون موجود في لجنه المشتريات او في البيرشيسنج كوميتي؟ او البيرشيسنج كوميتي بتتكون من مين؟ على حسب نوع الشراء. بمعنى لو هنشتري مادة خام، غالبا اللي هيكون موجود إدارة المشتريات، إدارة الجودة، إدارة الإنتاج، ورابعا الإدارة المالية. ولو المشروع مشروع هندسي يبقى الإدارة الهندسية أو الانجينيرنج ديبارتمنت ممكن تنضم للجنة. ولو سوفت وير ممكن يبقى الاي تي. يعني اللجنة بتتغير حسب نوع المشروع، بس في إدارتين بيبقوا موجودين دايما في لجنة المشتريات وفي أي لجنة مشتريات، هم إدارة المشتريات لأن هي اللي بتعمل التوصيات، والإدارة المالية. إيه هي توصيات المشتريات أو البريكيورمنت برزنتيشن؟ ودي من أهم المهارات لأي بريكيورمنت بروفيشنال. ليه؟ لأن شغلك كله ممكن يضيع لو ما عرفتش تعرضه كويس. أنا مش هدخل الاجتماع وأقول أنا شايف إن المورد ده أحسن، لازم أتكلم بالأرقام. طيب أنا كبريكيورمنت هعرض إيه؟ هعرض عدد الموردين اللي تواصلت معاهم، هعرض طريقة الاختيار، هعرض ملخص التقييم الفني، هعرض مقارنة الأسعار، هعرض نقاط القوة والضعف، هعرض المخاطر، وهقول التوصية النهائية أو الفاينل ريكومنديشن للبريكيورمنت. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هل اقل سعر هو الفايز؟ والاجابه مش دايما. تخيل معايا ان المورد الاول سعره اقل ب 3%، لكن الليد تايم ضعف المورد الثاني، او نسبه الجوده عنده اقل، او شروط الدفع اسوأ. هل فرق ال 3% يستحق ان انا اضحي بكل دول؟ يمكن لا، وعشان كده اللجنه بتبص على الصوره كامله مش على السعر بس. طيب دلوقتي اللجنه حددت او اختارت المورد اللي احنا هنتعامل معاه، او حددت افضل مورد. دلوقتي في مرحله مهمه جدا هتبتدي في شركات كتير. بعد اختيار المورد الافضل بيبدا التفاوض او النيجوشيشن، وده ممكن يشمل ايه؟ ممكن يشمل السعر، شروط الدفع او البيمنت تيرمز، الليد تايم او وقت التوريد، الوارنتي او الضمان اللي على المنتج، الانكو تيرمز، الام او كيو او المينيمم اوردر كوانتيتي، حتى مده العقد. هدف للتفاوض. هدف التفاوض هنا ايه؟ مش ان المورد يخسر ولا انك تكسب باي طريقه. الهدف الحقيقي ان الطرفين يوصلوا لاتفاق يحقق مصلحه مستدامه بين الطرفين، وده اللي بنسميه الوين وين نيجوشيشن. كتير من الناس فاكره ان التفاوض يعني تخفيض السعر، لكن الحقيقه ممكن المورد يرفض ان هو ينزل جنيه واحد ويوافق يديك 90 يوم آجل بدل 30، وده ممكن يكون للشركة قيمة أكبر من خصم بسيط في السعر. طيب دلوقتي خلصنا مرحلة التفاوض. الخطوة اللي بعد كده هي إيه؟ هي السبلاير أوورد. فبعد موافقة اللجنة وانتهاء التفاوض بيتم اختيار المورد رسميا، والمرحلة دي اللي احنا بنسميها سبلاير أوورد. ومن هنا المورد بيعرف إن هو اللي فاز، لكن لسه برضو مش معنى كده إنه بقى فيندور أو سبلاير معتمد داخل الشركة، وهنشرح الفرق ما بين الفيندور والسبلاير في فيديو قريب إن شاء الله. طيب ليه ما بقاش فيندور أو سبلاير معتمد جوه الشركه؟ لان لسه في مرحله كامله اسمها سبلاير اونبوردنج. الحمد لله احنا دلوقتي عرفنا ازاي الشركات بتختار الموردين، وعرفنا ان القرار مش مجرد اقل سعر ولا مجرد راي شخص واحد، لكن بيبقى نتيجه او مبني على تحليل او ديتا اناليسيس ومناقشات او ديسكشنز، واحيانا تفاوض او نيجوشيشن. في الحلقه اللي جايه هنتكلم عن مرحله ناس كتير بتفتكر ان هي مجرد شغل اداري، لكن الحقيقه هي من اهم مراحل دوره الشراء او البريكيورمنت سايكل، وهي السبلاير اونبوردنج. وساعتها هتشوف معايا ازاي المورد بيتحول من شركه خارجيه لفندور او سبلاير معتمد داخل الاي ار بي سيستم بتاع الشركه بتاعتنا. شكرا لحضراتكم، واشوفكم الفيديو اللي جاي.